النهارده بقى هنعمل كفتة الحاتي في الفرن بطريقة سهلة جدا، وكمان هتبقى احلى من اللي انتوا بتجيبوها من بره. هتعملوها بطريقة سهلة جدا، وكمان مش هتفك منك، وهقولك على السر اللي هيخليها متماسكة معاكي. اول حاجه معايا نص كيلو لحمه مفروم، وعليهم بصله متوسطه تكون مفرومه، وكمان لازم نصفي الميه بتاعتها. السر اللي هيخلي الكفته متماسكه هو اننا هنشيل ميه البصل دي نصفيها. بعد كده بقى حطيت عليها بقدونس، وحطيت كمان قطعه من الدهن المفروم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم وبصل بودر، ومعلقه كبيره من السبع بهارات، وحطيت معلقه كبيره من النشا. هعجن الكفته دي كويس جدا. طبعا الخطوه اللي هتاخد مننا وقت شويه هي عجن الكفته، لان عشان الكفته تطلع ناجحه معاكي وما تفكش منك، انت تعجنيها يعني كويس جدا. يعني ايه 15 دقيقة كده، واعجني فيها وريحي ايدك شوية. اهم حاجة الكفتة تطلع معجونة كويس. ولو انت عايزة تختصري الخطوة دي ممكن تعمليها في الكبة، هتطلع معاكي يعني ايه قطعة واحدة. اهم حاجة الكفتة تكون يعني ايه تعجني فيها لحد ما اللحمة الانسجة بتاعتها تبان معاكي كده، وتبقى ايه تيجي تشدها من بعضها تلاقيها متداخلة، يعني متداخلة وما هياش بتفتفت منك زي ما هتشوفوها دلوقتي. انا كده كنت عجنت الكفتة كويس، هي دي النتيجة اللي انا كنت عايزة اوصل لها. بعد كده بقى هجيب مية البصل اللي انا صفيتها، هحط عليها معلقة من زيت الزيتون ورشة صغيرة من الفلفل الاسود. طبعا يا جماعة المية ديت احنا هنصبع بيها الكفتة، يعني احنا ما ينفعش نحط البصل كده بحاله بالمية بتاعته في اللحمة، علشان يعني مش هتفك مننا. بعد كده بقى هبل ايدي من مية البصل دي، وبعد كده همسك قطعة من اللحمة وبعد كده هصبعها، يعني مش اللي هو الصبع التقليدي، لا انا هصبعها على اعواد الشيش طاووق اللي هي الخشبيه دي. هبدا بقى ان انا ايه اشكلها كده زي ما انتم شايفين زي كفته الحاتي بالظبط. طبعا انتوا ممكن تصبعوها كده وتحطوها في اطباق فل وتغلفوها باكياس بلاستيك وتحطوها في الفريزر لو حابين ان انتوا تحفظوها في الفريزر، يعني مش هيجرى لها حاجه. بس اهم حاجه ان انتوا تسيبوا بينها وبين بعضها مسافات، علشان يعني ايه لما تيجوا تطلعوها ما تبقاش لازقه في بعضها، وتبقى سهله في ان هي تتفك. انا كده كنت خلصتها تصبيع. بعد كده بقى هدخلها الفرن. طبعا انا كنت مسخنه الفرن، هدخلها الفرن تستوي. طبعا هشغل عليها الفرن من تحت لحد ما تستوي كويس. طبعا يا جماعه هي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. بعد كده بقى هشغل عليها الشوايه عشان تاخد اللون. طبعا اللي نازل منها دي الدهون بتاعتها، وطبعا هي احسن حاجه في الكفته ان انتوا تحطوا لها نسبه من الدهون علشان تطلع طريه معاكم وليها طعم. انا كنت شغلت عليها الشوايه وطلعتها، وزي ما انتم شايفين بقى كانت واخده لون حلو جدا، وكمان طعمها كان احلى. طبعا انتوا لو حابين تعملوها يعني بطعم الفحم ممكن تجيبوا فحمايه وتولعوها وتحطوا فيها نقطه من الزيت وتغطوا عليها بسرعه. الدخان بتاع الفحم ده هيخلي ريحتها زي كفته الحاتي بالظبط. طبعا انتوا ممكن تقدموها بقى مع رز بسمتي، مع مكرونه، مع عيش وسلطات، اي حاجه. طبعا الكفته كانت حلوه جدا، وكانت طريه، وكانت هشه من جوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تجربوا الطريقه دي. مع السلامه.